مساء الخير. لو انت حاسس ان انت يومك ضاع او ان انت ما انجزتش حاجه في يومك، فاسمع الفيديو ده. في وقت من الاوقات لما انا كان عندي مثلا لما يكون عندي حاجه عاوز اخلصها او حاجات كتير عاوز اخلصها وكده، فكنت بظبط المنبه بتاعي. ان انا عاوز اصحى بدري علشان خاطر ان انا اخلص الحاجات دي بقى، وعامل لنفسي جدول ودنيا وحوارات وكلام من ده. واوقات كتير كان ممكن ان انا ما اصحاش على المنبه، وممكن ان انا مثلا اصحى العصر او حاجه. كنت ببقى مرهق جدا بقى، ما انت بتبقى كل يوم مثلا بتنزل جامعه، لا بتروح ما اعرفش ايه، عندك شغل، الكلام من ده كله. فالدنيا كانت تقيله قوي يعني. ف اوقات كتير كنت انا مثلا باجي ان انا خلاص انا صحيت العصر، يجي في دماغي مثلا انا اليوم ضاع، مش هلحق ان انا اعمل حاجه. وبفضل محبط، والاحباط اللي كان بيجي لي ده كان بيخليني فعلا ان انا مش بانجز حاجه لحد اخر اليوم. بفضل محبط طول ما انا قاعد كده قاعد على الكتاب، فلو انا مش هلحق اخلص حاجه. فكان فعلا اليوم بيضيع عليا. فكان ساعتها انا كنت متخيل ان انا عندي مثلا اليوم بتاعي يا اما يبقى بيرفكت 100%، يا اما يبقى بايظ خالص 100%. ودي مش حاجه صح خالص يعني. ف فين الكوبايه؟ فدي مش حاجه صح خالص يعني. لان انت يعني بص، يعني طبيعي ان الناس اللي بتظهر لك على النت وبتفتح فيديوهات ويقعد يقول لك انا هذاكر كذا في ما اعرفش ايه، وانا بذاكر وانا بعمل وما اعرفش ايه والكلام ده كله، ومبين لك الصوره اللي هو عايز يوريها لك، ولكن هو مش بيوريك ايه اللي بيحصل له. لان الشخص الناجح او اللي انت بتشوفه مثلا بيظهر لك في الفيديوهات او اللي بيعمل الحاجات دي كلها كده يعني، فبتيجي تبص بتلاقي ان هو بيعدي بايام صعبه جدا، بيعدي بايام شبه الايام اللي انت بتمر بيها، بس طبعا هو مش هيجي يقول لك، هو بيبقى عايز يبين لك الجزء الكويس في حياته. وانت بقى بتيجي تبص مثلا انا عاوز اعمل زيه، وانت قاعد مثلا قاعد مش بتذاكر وقاعد محبط اصلا، وتيجي تبص طب اعمل زيه ازاي وانا قاعد محبط، وهو قاعد بيذاكر وبيخلص مثلا بال20 محاضره في ليله، واللي ما اعرفش بال16 محاضره ما اعرفش ايه والكلام ده كله. ف انا مش عاوزك تبص للحاجات اللي انت بتشوفها وتقيسها على نفسك، لان زي ما قلت لك الايام اللي انت مريت بيها هو مر بيها. فانت كده كده هتعدي من الايام دي، يعني الايام اللي انت واقع فيها دي ده طبيعي جدا. اطمن على نفسك، انت زي الفل. كلنا مرينا بالاوقات دي، الاوقات الصعبه دي حرفيا يعني، سواء كان في الايام العاديه او ايام امتحانات او ايا يكن. ف... فبس، ودايما ادعي اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، وتوكل على الله. الساعة دلوقتي 3 الفجر. فقلت اعمل الفيديو ده. طبعا هتقولي انت بتشرب قهوة الساعة 3 الفجر؟ يعني بعمل القهوة دي علشان خاطر انا في حاجات برضو عاوز اخلصها. فشفت بقى، يعني ده انا بوريك الحاجة اللي انا عاوز اوريها لك اهو، ان انا قاعد الفجر اهو راح اذاكر والدنيا تمام. ولكن في الطبيعي ان انا عمري ما انا قايم مثلا في وقت زي ده. انت فاهم؟ او انا عايز اوصلك ايه؟ يلا قبل ما القهوة تفور بقى، يلا سلام.